مشاهدينا السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وما ناقصكم حتى خير. مرحبا بكم معنا في موعد رياضي جديد على قناتكم الرياضيه، وهذه المره بمدينه البيضاء وبالضبط في مركب ديال العربي بن برك. اليوم جينا نتبعوا واحد ليفينمون اللي هو سبيسيال بزاف، اللي هي بطوله ديال الكاراتيه فئات لي كاتا. غادي نتعرفوا اليوم على كيفاش كدوز هذه البطوله هذه، شنو هما القواعد ديالها، الوليدات كيفاش كيستعدوا قبل ما يدوزوا على لو تاتامي. المهم بزاف ديال الحوايج اللي غادي نتعرفوا اليوم في هذه الحلقه هذه. بقاو معنا نمشيو بعدا نتعرفوا على المنظمين، ومن بعد نشوفوا الوليدات اللي راهم حاضرين معنا هنايا بقوه هنايا بمدينه الدار البيضاء. de comportement صافي. كيف خدام مزيان، كيف لي كوليس شكون مزيان. كنظن لي كوليس كثر، حيت لي كوليس هما اللي كيكونوا فيهم لي فاي، لي كوليس هما اللي كتكون فيهم الفوضى. متفقين؟ دونك شنو غادي يخدم؟ كاينين الناس مسؤولين في التطابيق والتورنوا بالبارتيسيباسيون، وكاين اللي مسؤول على السلوك والانضباط خارج التطابيق. واضح؟ دونك غادي دير شي حاجه، غادي تنوطا وغادي تحاسب لا بروشين سيونس. سي كلير سي كلير. باسكو انا جيت قبيله لقيت كاين اللي جالس، كاين اللي كيلعب بالكيمونو، كاين اللي كيلعب بالسنطا، كاين اللي وسخ الكيمونو في الارض، وهادشي ماشي معقول. رانا كنشوف راه الاستاذه وقفات كتشوف هادشي ماشي معقول. دابا انا 5 دقائق تفرجت ما عجبنيش الحال، خلينا نكملوا الحفل مزيان. متفقين؟ افو كلاس. يلا تلقى البطولة على بركة الله. سعد واحد من المنظمين ديال هذه البطوله هذه. السلام عليكم سعد. وعليكم السلام، مرحبا بكم القناه الرياضيه، وانتم هنا في مركب الرياضي العربي بن مبارك في نادي بيضاوى للرياضات. مرحبا بكم. قدم لي بعدا انت يا راسك والباركور ديالك. الوغ معكم سعد بسام، الكاتب العام ديال نادي بيضاوى للرياضات، وانا رياضي في رياضه الكاراتيه. باركور ديال رياضي عادي، دوزت لا كارير سبورتيف en tant que compétiteur. Et à la fin de la carrière, la direction, je suis dirigeant maintenant. Ou qu'on dire aussi l'arbitrage pour le karaté, je suis arbitre mondial. اذا دابا كنشوفوا بان هاد لامبيونس ديال البطوله كتكون سبيسيال بزاف. يمكن لك تشرح لي ابوبري كيفاش كدوز البطوله ديال الكاراتيه فئات الكاتا؟ طبعا البطوله ديال الكاراتيه فيها شقين، كاين الكاتا كاين الكومبا الكوميتي. الكاتا هي عروض تقنيه كينوضوا الوليدات المشاركين، كل واحد كيدير العرض التقني ديالو الكاتا ديالو، والحكام كيقوموا بالتقييم ديال الاداء ديالو، شكون اللي احسن من الاخر، وهو اللي كيتنقل المقابله الثانيه والمقابله الثالثه. دونك المقابلات هي اقصائيه، يعني واحد كيربح واحد كيخسر، واللي كيربح بزاف كيوصل لا فينال، ومن بعد الناس اللي كيخسروا في لا دومي فينال كيلعبوا على الثروازيام بلاص اللي كنسميوها لا بوتيت فينال. دونك هذه هي لا كومبيتيسيون جينيرالمون. اليوم لا بارتيكولاريتي هو عندنا بطوله خاصه بالاطفال، يعني اقل من 14 عام، وهما لي كاتا اللي عندهم لي كاتا دو باز، يعني لي هيان كنسميوهم حنايا في الكاراتيه. هما اللي كاتا الاساسيين اللي كيتعلموهم عند الابتدائيين في الكاراتيه، واليوم كيتنافسوا مع بعضياتهم شكون اللي كيأدي احسن تقنيا في الاداء ديال الكاتا. كنلاحظوا هنايا مشاهدينا جو تشوفوا معنا، كنلاحظوا بان كل بنيته كتلبس واحد لا سانتور مختلفه. عندنا جوج ديال لي سانتور، الحمراء والزرقاء. واش باش نتعرفوا على يعني علاش واش هما غادي يدوزوا لا سانتور الحمراء والزرقاء، ولا شنو كاين؟ هو لو سيستيم دو سبور في العالم كامل كيلعب على هاد اللونين، اللون الاحمر والازرق، اللون ديال المنافسين، المنافس الاحمر والمنافس الازرق. يعني ماشي معناتها لو غراد دو كاراتيه، الغراد دو كاراتيه سي اوتر شوز. لي غراد دو كاراتيه ما فيهمش كاع لا كولور روج. دونك سكي في سو سون دي سانتور ديال لا كومبيتيسيون باش كنقدروا نميزوا ما بين اللاعب الاحمر واللاعب الازرق. واللي كيربح شنو كيربح؟
الوغ اللي كيربح في الاخير اليوم هذه سي ان تورنوا d'aindépendance, c'est un tournoi en collaboration avec l'arrondissement سيدي بليوت, مقاطعه سيدي بليوت, وتحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه للكاراتيه. وايضا في اطار ذكرى واحد اليوم اللي هو سبيسيال بزاف عند المغاربه اللي هو ذكرى عيد الاستقلال المجيد. تماما, اليوم كنحتفلوا بعيد الاستقلال المجيد, وهي دوري الاستقلال اللي كنظموه شاك اني كل عام في 18 نوفمبر اللي هو العيد الوطني ديالنا. كنستغلوها عيد وطني واحتفال بالوليدات باش هكذا كنرسخوا عندهم قيم المواطنه. واليوم اللي كينتصر كاين عندنا ان بوديوم في لا بروميير لا دوزيام اي لا تروزيام بلاص. لا بروميير بلاص كياخذ ميداي دور, ميداليه ذهبيه, ميداليه الفضه ديال صاحب المرتبه الثانيه, والمرتبه الثالثه الميداليه النحاسيه, وهما ميداليات اليوم اللي زودتنا بهم الجامعه الملكيه المغربيه للكاراتيه وسر المشاركه. وكذلك كاين كؤوس بالنسبه للصنف الفرق, لان عندنا حتى المنافسه الفرق ديال لي زيكيب. دونك غيكونوا لي كوب. لا بروميير بلاص عندها لا بلو غروند كوب, لا دوزيام بلاص اي لا تروزيام بلاص. اوكي, وشحال اليوم شارك من وليد؟ الوغ اليوم عندنا 120 مشارك, كلهم في اليو 14, يعني في الكتاكيت, البراعم, الاشبال والصغار, تماما اقل من 14. شكرا سعد على هاد التوضيحات. نتوما مشاهدينا يلا نمشيو نتعرفوا على الشباب اللي راهم حاضرين معنا هنايا بقوه. إذا مشاهدينا حاضرة معنا وحدة من الحكام ديال المسابقة. السلام عليكم. السلام. دايرة؟ لاباس عليك؟ الحمد لله ربي يخليك. التحكيم كاع ما صعيب اليوم؟ الحمد لله كاع ما صعيب، بيسكو الفئات صغارين ماشي الفئات الكبارين، كنحاولوا نديروا معاهم الخاطر وباش ما ينكسروش ونوريوهم الاغلاط ديالهم باش يقدروا يسورمونتيوهم. كتحاولوا تطلع لهم في المعنوي. اكزاكتومون. باش قدمي لي راسك بعدا باش نتعرفوا عليك. انا زياني أميمة، حكمة وطنية في رياضة الكاراتيه. بديت في الكاراتيه في 3 سنين والحمد لله بقيت كنطلع جيفولو ايتاب باغ ايتاب في لي سانتور حتى وصلت الحمد لله لدوزيام دان. وكان عندي شغف بالنسبه للتحكيم، لا بالنسبه للكاتا لا بالنسبه للكومبا، واكثريه كومبا. وخدمت على راسي، كنحضر لي فورماسيون، كنحضر بحال هكا البطولات في الجمعيات، وقدرت ناخذ دبلوم في التحكيم. باش نكون حكامه اين دبلوم خاص يكون عندي؟
باش تكون عندك حكمه بعدا خصك تكوني ممارسه باش تعرفي بحق ما يمكنش انا نكون حكمه وانا كنجهل داكشي اللي كندير اكزاكتومون. باش الحكم يحس بالبطل خاصو حتى هو يكون كيمارس الرياضه ديال الكاراتيه سواء كومبا سواء كاتا باش يحس بداك الاتليت اللي كيدوز قدامه. خاصني نكون منضبطه، نحضر لي فورماسيون لي ستاج لا على المستوى العصبه لا على مستوى الاشطر لا على المستوى الوطني، ونكون كندوز الامتحانات ديالي باش نقدر ناشوفي. كنبداو تدريجيا من اربيتر ريجيونال بي اربيتر ريجيونال وحنا غاديين حتى كنوصلوا للمستوى الوطني. واحد السؤال اميمه، واش حكامه هو عمل ولا ولا كيخصك ضروري تخدم واحد الخدمه اللي هو حكامه ماشي عمل، هي واحد الهوايه، واحد الحب ديال الرياضه كيخليك انك تمشي تمارس التحكيم باش تاخذو كعمل في الحياه ديالك وتاخذو كهدف. ماشي هكاك بالنسبه ليا كرأي شخصي، ماشي هكاك. بنادم خاصو يدير الهوايه ديالو ويتبعها. انا كنشجع بزاف لا على التحكيم لا على رياضه الكاراتيه اون جينيرال، ولكن خاصو يتبع المسار الدراسي ديالو والمسار ديال الخدمه ديالو وما يكونش التحكيم هو لا سيبل ديال اكزاكتومون. اخر سؤال، كتشوفي هاد البنيتات هادو يعني بحال ملي كنتي انت صغيره، واش كتظني بان كاين منهم اللي يوليو ابطال ديال المغرب ولا العالم؟ علاش لا سيغمون كو كاينين هنا بطلات وابطال بزاف. كيبان لك من الوقفه ديالو، من لابوستور ديالو، من الهندام ديالو، من الكيمونو ديالو خاصه كيبان لك من الحركات، من الطريقه اللي كيحرك بها عينيه يديه. الحمد لله كاينين ابطال وبطلات غير لي كوتش ديالهم يوقفوا معاهم حتى يوصلوهم الى اخر رمق. تبارك الله عليك حكمه اميمه، شكرا بزاف على هاد التوضيحات. مشاهدينا يلا نمشيو نتعرفوا دابا على الوليدات اللي راهم حاضرين معنا، انا متاكده عندهم بزاف ما يقولوا لنا. دابا نتعرفوا على البنيتات ونشوفوا كيفاش الاحساس ديالهم من بعد ما بداو هاد لا كومبيتيسيون. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عرفتي تقدروا تجمعوا لي شويه هنايا باش نهضروا كاملين. قولوا لي شنو الاحساس ديالكم اليوم ملي غادي تلعبوا هاد البطوله هادي؟ احساس زوين. زوين بزاف. نبداو بهاد البنيته. قدمي لي راسك. قدمي لي راسك. شحال عليك؟ سلام، انا سميتي ايناس، كنيتي نورفت. انا فرحانه في هذه البطوله. شحال في عمرك؟ عندي 9 سنين. 9 سنين؟ ما عرفتش. عندكم 9 سنين؟ اه. لا وانتي؟ 8 سنين. 8 سنين، تبارك الله.
و9 سنين داكوغ. قولوا لي دابا نتوما منين كتدخلوا فوق من التطامي باش تشاركوا في هذه البطوله هذه، شنو كيكون الاحساس ديالكم البارح ديالو بالليل؟ واش كتكون فيكم الخلعه ولا كيكون فيكم الحماس؟ لا كيكون فينا الحماس. ومنين كتبداو عاودوا لي شويه كيفاش كيدوز هذا الشيء؟ واش كيديروا لكم شي سميطه باللو بشي لون في شكل ولا كيفاش كيدوز هذا الشيء؟ نسولوا هاد البنيته. هادشي كيدوز يعني كيدوز زوين، كيعجبني داك الشعور. انا فاش كيدوز زوين داك الشيء، يعني فاش كندخلو كنجي واحد الحماس. يعني فاش كندخلو نلعبو صافي ديك الحماس كيغمرني انايا. ومنين يعني ضروري كيكون واحد كيربح وواحد كيخسر، كتقبلوا الخساره؟ ماشي مشكل. ماشي مشكل. كيفاش ماشي مشكل؟ شنو الاحساس ديالك الا خسرتي؟ الا خسرت ماشي مشكل، الروح الرياضيه وماشي مشكل تخسر زعما. نقدروا نعاودوا شي بطوله اخرى ونربحوا. قولوا لي شنو هي الحاجه اللي علمتكم الكاراتيه؟ شنو تعلمتوا في الحياه من الكاراتيه؟ شنو الاسم الكريم؟ سارة ابو زيان. انت ايناس متى؟ السنتر؟ لا بحال هادو. لا مش هي. اوكي قولي لي شنو تعلمتي؟ شنو علمك الكاراتيه؟ علمني الدفاع على النفس، وعلمني خاصني نكون هذيك كنعرف انني ندافع على نفسي، وكيفاش الا شي واحد هذيك جا وقال لي هذيك انت خايبه ولا شي حاجه، يمكن لي انني ندافع على راسي. والثقه في النفس. نتعرفوا على التحكيم ديال الدراري كيفاش كيدوز. السلام عليكم سي الحكم. السلام ورحمه الله يبارك فيك. امورك مزيان؟ كل شيء امان الله. الله يلعب فرحان في هذا النهار السبيسيال بزاف اللي هو عيد الاستقلال. اكيد. ايوا حنا المغاربه قاطبه من طنجه للقويره كنحتفلوا بهذه الذكرى هذه اللي هي عزيزه علينا، عيد الاستقلال المجيد، يوم استقل المغرب الحمد لله. دابا بعد السياده ديال سيدنا حفظه الله، يعني المغرب غادي في واحد من حسن الى احسن، وغادي في اوج الرفاهيه والازدهار الحمد لله والمشاريع الكبرى، وحنا الحمد لله في الميدان الرياضي حنا غاديين. وحنا دابا علاش الواحد كيحتفل به بهذه الطريقه هذه اللي هي مع الوليدات؟ اكيد. كي جاك المستوى ديال الدراري؟ تبارك الله المستوى ديال جمعيه نادي البيضاوي للرياضات مستوى جد هائل، والحمد لله في ابطال. دابا شفنا واحد البطل اللي هو خدم تبارك الله قدامنا، عمل ديالو لا يستهان به، يعني كيخدم مزيان تبارك الله. ووليدات مع المؤطرين اللي هما كيسهروا عليهم كيبداو الغالي والنفيس من اجلهم. الحمد لله كاين مستوى، كاين اميليوراسيون، كاين جديه. بغيت نعرف واحد الحاجه، كاين مازال واحد جوج ديال الحكام من اللور هازين يعني عندهم الرايات، شكون هادو؟ واش اللي معايا دابا هادو نورمالمون تيكونوا 4 ديال هادوك، ماشي حكام بل قضاة.
الحكم هو اللي كيكون الوسط، هذوك تيكونوا قضاة، والحكم هو اللي كيكون كيسير الارضيه او التطعيم، ما يسمى بالتطعيم. هذوك قضاة وكاين حكم، يعني الوقت اللي كيكونوا 5 الور كيكون دائما الغلبه دائما كيكونوا اما 3 واما كيكونوا 5 واما كيكونوا ما كيكون ماشي بالجوزي بل كيكون بالفردي. دائما كنلقاو امتياز عند واحد، ما عمر كيكونوا ما كتكونش ليغاليتي، لان هما 5 ديال الناس كيعطيو اما 3 واما 5. هادشي اللي ولا كيعطي مثلا، المهم كيكون امتياز عند واحد. تفضلي. شنو كيزيد هذا النوع من البطولات للدري؟ شنو كيتعلم منه؟ بون كتعرفوا بان الكاراتي راه واحد فن اللي هو رائع، مخترع او مقتبس من الثقافه اليابانيه. وتعرفي اليابانيين دائما كلهم اخلاق ومعاملات ودائما تكنولوجيا، وحنا حاولنا نسيروا في هذاك المسار هذا واختارينا هذا الفن هذا لانه ماشي رياضه بالفن، وحنا غاديين معاه ولله الحمد. وبغينا الوليدات ديالنا حاليا، لان المغرب كيرتكز على الطينه البشريه، والحمد لله مادام المغرب عنده واحد نوعيه من الشباب اللي هما صغار بزاف، تقريبا من 16 سنه حتى لواحد 35 سنه، كاينه كثير بزاف تبارك الله كنهدفوا لهم. وهاد الشباب هادو كيتزادوا باش كيكونوا مجتهدين في الدراسه ديالهم، تيكون عندهم واحد ثقه في النفس، كتكون عندهم واحد كنعتمدوا عليهم مستقبلا في جميع الميادين. هادشي اللي كاين. Do you speak English or you speak Arabic? I speak both. وغادي نهضروا بالعربية يا صاحبي صافي. اوكي اذا الدراري قدموا لي راسكم. انا علاء. علاء. السلام انا احمد. احمد واخا قولوا لي شحال وانتم كتمارسوا الكاراتيه؟ من 7 سنين. 7 سنين. انا كان عندي 6 سنين كنت في الكاراتيه. الكاراتيه واخا قولوا لي هاد النهار كيفاش داز عندكم؟ دابا البارح كنتم مخلوعين قبل ما تنسوا؟ لا ونسى؟ لا. شنو كان الاحساس ديالك البارح؟ زوين. كنتي هي كتسنى هاد النهار بفارغ الصبر. كنتوا اولين انكم تاخذوا مراتب عليا اليوم؟ بصح. اوكي وانت؟ تنواصل ناخذ مرتبه. ثقه في النفس بعدا ياك. اوكي قول لي باش انك اهلا المرتبه الثالثه ياك؟ اهلا لاباس عليك؟ شنو سميتك؟ عبد الله. انت هو اللي جيتي مرتبه ثالثه؟ فرحان وراضي بهذه المرتبه ولا ما كرهتيش تكون خديتي بلاصه علاء؟
قرات. اوكي قولوا لي شو تعلمتوا من الكاراتيه؟ شو الحاجه اللي تعلمتوها في الحياه؟ الكاراتيه تقدر تدافع عليه على نفس. اوكي وانت شنو تعلمتي منه؟ تعلمت من الصبر وقوة النفس، الثقة في النفس. الثقه في النفس، برافو عليك. وانت شنو علمك الكاراتيه؟ السودان. ومن غير الحركات شنو تعلمتي؟ واش عطى لك ثقه في النفس؟ وليتي كتعرف تدافع على راسك؟ حتى واحد ما يهضر معك، عارفك راك سمطه صفرا تبارك الله ياك. اوكي الدراري نختموا بشنو هو الحلم ديالكم في المستقبل؟ شنو هو your dream big dream؟ باغي نكون طبيب ديال السنان. اوكي باش نكون لاعب كرة القدم. لاعب كرة القدم ماشي الكاراتيه. انا باغي لاعب كرة القدم. لاعب كرة القدم وكاراتيكا وطبيب الاسنان ياك. اوكي ثلاثة مزيان. وانت قلتي لاعب كرة القدم. صافي بركة عليك. وانت فوت. الفوت هنا شنو؟ كلوب. تكون شي لاعب كرة القدم معروف عالمي ولا وطني؟ عالمي. إذا المشاهدين كيف ما كتشوفوا الافتخار في الوجوه ديال الآباء ديال المشاركات، نهضروا مع الأم ديال المشاركة اللي ربحت المرتبة الثالثة. السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس؟ لاباس. فرحانة؟ الحمد لله. مفتخرة ببنتك؟ اكيد مفتخره بنتي، اللهم لك الحمد. وقولي لي واش انت ديما كتحضري لها في التدريب ديالها وخاصك ضروري تحضري لها حتى في لي كومبيتيسيون؟ هضري لي شويه على هذا. انا نورمالمون كنحضر معها دائما، ولكن باها اكثر، باها اللي كيحضر معها بزاف هو اللي شجعها باش تدخل الكاراتيه، وهي كانت عاجبها. مهم ان الاباء يحضروا مع وليداتهم حتى في الرياضه، يعني ماشي حيت هما المحفز ديالهم باش يلاه يديروا داكشي اللي بغاو الوليدات. برافو. واش نقول لك انت شنو تبغي تقولي لماماك؟ بغيت نقول لها راه شكرا على داكشي اللي دارت ليا، داكشي اللي بقات كتانكوراجي انكوراج. سي غراس ا اليوم خديتي المرتبه الثالثه. وي برافو عليك. ديري لها واحد البوسه كبيره، قول لها شكرا ماما. برافو عليكم، الله يخليها لك ان شاء الله، نشوفوها بطله في المستقبل ياك. ندوزو للمرحبه رقم 1 البطله ديالنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وي بزاف. والاب فرحان؟ الحمد لله. بيان. كنتي كتسنى ان بنتك تشد المرتبه الاولى؟ من لا. في اطار المنافسه كل شيء ممكن، الوليدات كلهم مزيانين تبارك الله، والحمد لله هي بعدا غاده في تحسن، غاده مزيان، اللهم لك الحمد. ولي ضروري خاص الاباء يكونوا حاضرين مع لارجومون اونجاجي. شنو هادشي كيقدر يزيد في النفسيه ديال الوليد؟ مي بيان سور سا بيرمي دو فورجي لا بيرسوناليتي ديالهم، كيوليو كيحتكوا بالوليدات بزاف، ما كيبقاش داك عاوتاني ديك حتى في ليكول الحمد لله كتكون الامور مزيان، ديما غاديين مزيان، الدراسه ديالهم مزيان، اللهم لك الحمد. اوكي والبطله شنو تبغي تقول لماما وبابا؟ ميرسي بوكو. نساليو بهاد الكتكوته الزوينه الغزاله. اهلا. اهلا. لاباس؟ لاباس. برافو عليك المرتبه الثانيه. شكرا. واش انت راضيه بهاد المرتبه ولا ما كرهتيش كون كنتي خديتي الاولى؟ انا كنت راضيه بهاد المرتبه. برافو عليك. والام ديالها السلام عليكم. السلام. فرحانه هاد بطبيعه الحال فرحانه بزاف، والشكر الاول والثاني للاستاذ ديالها اللي كيرجع لي الفضل كله، وهذا الفوز كنبغيو نهديوه للاستاذ ديالها. مفتخره بها؟ بطبيعه الحال مفتخره بها. شنو اللي كيجيك زوين في بنتك؟ شنو اللي كيعجبك في بنتك؟ الحاجه الوحيده اللي كتعجبني في بنتي هي طموحه بزاف، وكتبغي تزيد تكتشف الجديد دائما بوحديتها بلا ما نعاونها انا. تبارك الله. قولي لي عندك شي كلمه لماماك محضره حدا نوات؟ كلشي غادي في المغرب يشوفك، شنو تقولي لماماك؟ شنو بغيتي تقولي لها؟ بغيت نقول لها ماما شكرا بزاف.
شكرا بزاف. علاش؟ لانها ساعدتني باش نوصل لهاد المرحله. وانها كتحفزك انك ديري الرياضه. دونك شي بوسه كبيره وديروا باي باي المشاهدين. باي باي. نتعرفوا على الاباء ديال المشاركين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. هضري لي شويه على هذا النهار وكيفاش كان الاحساس ديالك ملي كنتي كتشوفي وليدك تيدوز داك الكاطا. احساس جميل، وفي هذا اليوم الجميل بمناسبه جميله وبالحضور الكريم، وهذا كنشجعوا الوليدات كما كنقولوا العقل السليم في الجسم السليم. كنبقاو متفوقين في الدراسه، في الرياضه، في اي حاجه مزيانه كتنفعهم في المستقبل ديالهم باش كيخرجوا شباب مزيان للبلاد ديالو. وكنهنيو صاحب الجلاله محمد السادس بهذه المناسبه. داكا. وهذا الوليد هذا الغزال لاباس عليه؟ لاباس. فرحان؟ فرحان. شنو بغيت تقول لماماك هذا النهار حيت كانت حاضره معاك هي واختك ياك الاخت ديالو؟ داكا. شنو بغيت تقول لهم؟ نقول لهم نشكرهم بزاف على هادشي اللي داروا ليا، وصلوني لهادي تاخذت الميداليه في الضياء. لمن كتهديها احمد؟ لمن كتهدي هذه المرتبه؟ هذه الهديه لباب العائلة كاملة. عائلتك كاملة. برافو عليك. كنتمناو ان شاء الله نشوفوك في بطولات كبارين ديال العالم ان شاء الله. ياك ندوزو لهذا الوليد الغزال. لاباس عليك؟ لاباس. فرحان؟ فرحان. والام ديالو فرحان؟ الحمد لله. الحمد لله. قولي شنو الاحساس ديالك اليوم ملي كتشوفي؟ الاحساس ديالي ما يتصوفش، واحساسي ما كيتصوفش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. شنو كديري لولدك، يعني شنو كديري مع ولدك باش انه ديما يكون الفوق؟ دائما كنبقى يتدرب في الدار. المهم دائما تبقى توصي وداك الشيء باش يكون ان شاء الله دائما في المرتبه الاولى ان شاء الله باذن الله. شنو تقدري تقولي للاباء اللي يعني ما كيحضروش بزاف مع اولادهم، واخا كيمشيو يديروا الرياضه عند بالهم صافي ما حدهم صيفطهم راس بحال تهناو من؟ لا والله ضروري بنادم خصو يحضر مع وليداتو، يراقب وليداتو باش ان شاء الله يكونوا في المسار ديالهم مزيان، وفي قرايتهم في كل شيء خص ضروري تكون المراقبه. الا ما كانش المراقبه ما كاين والو، ضروري المراقبه. وانت البطل شنو الحلم ديالك في المستقبل؟ نولي لاعب كرة قدم. لاعب كرة قدم. انت قبل بكل توفيق ان شاء الله في كرة القدم والكاراتيه والدراسة وكل شيء ان شاء الله. اوكي نشوفك مرة اخرى ان شاء الله. السلام عليكم. سلام. فرحان؟ ياك احساس زوين. وانتي لا ماما؟ بيان سور بطبيعه الحال فرحانين. قولي لي شنو من الحوايج لي زيفور اللي كيقدروا يديروا لي بارون مع الابناء ديالهم باش انهم يكونوا ابطال، اولا باش انهم يكون عندهم واحد الثقه في النفس وواحد التوازن في الحياه؟ خاصهم يشجعوهم تشجيع، وطبيعه الحال خصها تقول لهم بلا بحال الربح بحال الخساره باش عاوتاني الدري ما يتاثرش ويبقى ديما يخدم. كتموتيفي انه يتحرك شويه في الدار؟ ضروري كيعجبو الرياضه، كيدير الكره وكيدير الكاراتيه دونك وليكول. اوكي شنو تبغي تقول لماماك قبل الكاميرا؟ ميرسي. I love you. Je t'aime. كنبغيك. اوكي بالتوفيق ان شاء الله في المستقبل. مشاهدينا بهذا نكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. تعرفنا اليوم على بطوله ديال الكاراتيه فئه الكاتا كيفاش كدوز والاجواء ديال الوليدات الصغار اللي كيشاركوا فيها. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. كانت لكم موعد ان شاء الله في حلقه مقبله على قناتكم الرياضيه. اونتر تان تهلاو ليا في راسكم والسلام عليكم.